السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، وتكون فيديوهاتنا سهلة وبسيطة عليكم. صلوا على النبي كده يا حبايبي واذكروا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا نعمل مع بعض عيش المكنة. نعمل شوية عيش النهاردة. دي دقيق يا حبايبي، ده دقيق غلة اللي هي الجمح. دي دقيق غلة. هنعمل مع بعض عيش المكنة النهاردة. دول كده حبة دقيق، يعني انا مش هكتر عشان بنجيب عيش من الطابونة وكده، ومش هكتر، يعني هنعمل شوية عيش صغيرين. معانا هنا رشة ملح، رشة الملح يا حبايبي. ومعايا هنا كيس خميرة اهي، كيس خميرة فورية. يعني كيس خميرة كفاية على الكمية دي، يعني هيبقى حلو قوي على الكمية دي عشان الجو حار. هيبقى حلو على كمية الدقايق ده عشان الجو حار. نحط كيس الخميرة كده يا حبايبي في الكوباية عشان احط عليه معلقة سكر واسيبه الخميرة تتنشط كده عبال ما اعمل الدقيق. ومعايا معلقة سكر اهي، هحطها على الخميرة واحط عليها شوية مية واقلبها يا حبيبي. لازم نختبر الخميرة كده عشان نشوفها حلوة كويسة ولا قبل ما تحطها على العيش. ضربت معانا خالص اهي. هسيبها بقى جنبي هنا كده. هسيبها جنبي بقى تتنشط وتعمل فقاقات كده معانا قبل ما احنا الم الدقايق بالميه كده واعمل الدقايق شويه. العيش دي يا حبايبي بيبقى خفيف، يعني ماهوش العيش الطري اللي هو الريح، لسه في عيش تاني الفلاحي اللي هو عيش الريح، انما ده بيبقى خفيف في الاكل وكل حاجه. لازم نضيع كده الاول. الم كده الدقيق كله معايا كده. ان شاء الله هتبقوا معايا خطوه بخطوه، وانا بقرصه واحنا بنعمله بنخبزه قدام الفرن. هتشوفوا معايا كل حاجه يا حبايبي. لما ضيق خالص كده. هنا الخميرة هي اختبرناها يا حبايبي، كملت معانا في الكوباية خالص. هنزلها بقى كده على العجين. كده يا حبايبي اهي، هي كل اي دقيق معانا تحت كده.
الشاهد على ايه يا حبيبي؟ الشاهد على العجين كده. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. ده يا حبيبي بتبقى عجينته جامدة معانا كده شوية عشان ايه ما تلزقش معانا في المكن، عشان تحركي تخبزيها وما تلزقش معانا في المكن. هفضل الف بقى شوية كده لما العجينة تشد معايا تاني وتنشف معايا من المية، من الخميرة دي خالص، من المية دي خالص كده يا حبايبي. انا لتت اهو. انا مرضتش اكمل معاكم اللت عشان انا نفسي عالي، يكمن انا بعد بلت وكده عشان يعني الصوت. العجينه كده اتلتت معانا اهي يا حبايبي، بقت حلوه معانا اهي. هو بتبقى عجينته كده جامده شويه، مش زي العيش الطري اللي هو العيش الريح. وبعدين عجينته بتبقى جامده معانا كده شويه. بعد كده بقى اغطي على العجين كده يا حبايبي. اغطي عليه بقى اهي واسيبه يخمر ونرجع مع بعض واحنا بنقطعه عشان نخبز. وبكده العيش خمر اهو يا حبايبي اهو. العيش خمر معانا اهو. كده نقرصه بقى. انا نقرصه هنا بنطرة دقايق صغيره اهي. تجرسي كده زي ما انت عايزه، صغير كبير حسب ما انت عايزه كده براحتك. قرصي الطرصه اللي انت عايزاها كده وكوري كده اهو معانا اهو يا حبايبي. تكبري بتصغري يا حبايبي، دي حاجه ترجع لك. تكبري تجريسه تصغريها دي براحتك. كوري كده ونحط هنا كده. ندوري كده وتكون نبلة 7 دقايق كده يا حبيبتي عشان العيش ما يلزقش معاك. وتحطي اعمل معاك كمان واحد اهوت. وبعدين ايه اخلص الكميه دي كلها لوحدي عشان ايه ما نطولش عليكم، عشان نجيب معاكم الخبيث. وكده خلصت تجريس الكميه اهي. حتى اللحم مش كامل معانا كده. اغطيه دي ملايه نضيفه، دي ملايه نضيفه كده بغطي بها العيش. دي ملايه نضيفه كده بغطي بها العيش، اغطيه عشان ما يوش العيش اهي يا حبيبي. العيش اهو طلع معانا اهو فل. عايزه تنشفيه براحتك، عايزه تطلعيه طري شويه برضه براحتك. ده معاك وده معاك. كده يا حبايبي احنا بنخبز على الرده دي اللي هي نخالة الغل، يعني نخالة الجامح. الرده دي اللي بنخبز عليها يا حبايبي. ما تنساوش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.
الفرن. انا بس الصوت مش واضح بس عشان صوت الفرن. خلصنا الخبيث اهو يا حبايبي، والعيش معانا خلص اهو، والعيش معانا طالع حلو اهو وجميل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.